السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم بسكوت الأولكر الجديد ابو سمسم، هنعمله في البيت بطريقة اقتصادية جدا وبطريقة سهلة جدا. هنقول بسم الله وهنبدأ مع بعض. عندي هنا بيضة، باخد كده البياض بتاعها واشيل الصفار على جنب، وانزل ببيضتين بقى بحرارة المطبخ. كمان هحط عليهم فانيليا او تحطي عليهم فانيليا البرتقال، بتخلي الطعم حلو جدا. بفضل كده اضربهم، وبعدين انزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر الناعم الحبيبات، واضربهم كويس جدا لحد لما لونهم يفتح زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بضربهم كويس جدا بنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت، وبعدين اضرب الخليط كله مع بعضيه. وبعدين هنزل بقى بالدقيق المنخول. انا كنت حاطه 4 كوبايات من الدقيق، بس هي بصراحه خدت 3 كوبايات بالظبط. وطبعا انتي بتحطي الدقيق حبه بحبه علشان الدقيق بيختلف الانواع بتاعته. وكمان بنحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، وبعدين اقلب العجينه كده، وبعدين هلمها بقى بايديا. بحط الدقيق حبه بحبه لحد لما اوصل للقوام المطلوب. العجينه بتاعتها بتكون طريه وما بتلزقش في الايد. بلم كده العجينه بطراطيف صوابعي، ما نعجنش فيها كتير عشان ما تديش المطه اللي هي بتديها دي. زي ما انتم شايفين كده العجينه هقسمها 2، وبعدين هفردها كده بالنشابه. وبعدين بتجيبي بقى اي قطاعه عندك، لو انت عايزه تقطعيها مدور. هي طبعا انا عاملاها بالشكل الدائري زي بسكوت الأولكر بالظبط. بروح عاملاها بالشكل ده. لو ما عندكيش اي حاجه ممكن تعمليها بكوبايه، عندك اي كوبايه كده مدوره. وبعدين بجيب بقى القمع اللي هو الصغير ده، وبعمل كده فتحات في النص، بشيلها بقى واحطها في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعها ما يكونش يعني تخين، بيكون يعني 2 ملي. عندي كمان قطعه كده مشرشره برضو هعمل بيها، وبنفس الطريقه برضو هشيل الحته اللي في النص كده، هعمل لها فتحات في النص، وهرصص كل البسكوت في الصاج زي ما احنا شايفين كده. بعد ما بخلص بقى الكمية اللي عندي والتقطيع، تقطعيه بأي شكل. بجيب بقى اللي هي صفارة البيضة واحط عليها فانيليا وبضربها كويس جدا، وبحط عليها معلقتين من اللبن الحليب علشان تبقى كده خفيفة شوية. وبعدين بقى بجيب البسكوت اللي عندي وادهنه بصفار البيضة بالشكل ده. بعد ما بدهنه بصفار البيضة بروح حاطة كده السمسم عليه علشان يلزق زي ما احنا شايفين كده. بكون بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. طبعا كل واحد الفرن هو عارف بقى طريقة الفرن بتاعه، بس هي بتبقى يعني التسوية بتاعتها كأنك بتحطي كيكة في الفرن. بتقعد ربع ساعة، وبعدين بفتح الشواية علشان تاخد لون كده من فوق زي ما احنا شايفين كده. حطينا كل السمسم، لو عايزاه من غير سمسم برضو تقدري تعمليه بأي طريقة وبأي شكل. بدخله بقى الفرن، وبعدين بياخد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبيطلع بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين. بيبقى بسكوت كده مقرمش ودايب وحلو جدا، وطبعا مغذي جدا. واحسن ما تجيبي بسكوت من بره وبيعمل كمية حلوة يعني كبيرة جدا، احسن من علبة بسكوت اللي انت هتشتريها، ونضيفه من غير مواد حافظة زي ما انتوا شايفين كده. مع الشاي بقى بيبقى تحفة جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير.